هل تبحث أنت بهذه المواقف عن مشاكسة الجمهور، عن الاختلاف، حتى أنك ظهرت في بعض المجلات الشعبية في صورة بجانب رجل دين مسيحي؟ نعم، وعندي صورة أيضا بجانب رجل دين بوذي. طيب هل تستفز مشاعر المسلمين أنا ما أستفز. طيب عبد الله بن عبد العزيز هل يستفز الناس يوم سوى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، يوم سوى حوار الأديان، مؤتمر حوار الأديان؟ هذا استفزاز؟ عبد الله بن عبد العزيز هذا جزء من شغله، أنت كشاعر هذا مو بجزء من شغلك. أنا صورت معاهم وتكلمت عن التقريب قبل مشروع الملك، والحمد لله ان طلعت نظرة الحاكم موافقة لنظرتي، وهذا أنا مبسوط. ونعم، وأنا أزور ودخلت كنائس كثير، دخلت كثير من المعابد. ليش؟ للتقريب. أنا بالنهاية إنسان. تحسنت أنه من أدوارك أنك تقرب بين الأديان؟ أقل شيء أنا يعني أريح ذمتي، أريح نفسي. إلا منك قربت بين إيه، نقرب بين بعض. بالنهاية أنا طيب في مقابل هذا الموقف من التقريب، ظهرت في برنامج إذاعي وقلت بأنك رفضت الدفاع عن الرسول إبان أزمة الرسوم المسيئة الدنماركية. صحيح. هل حين التقريب تقرب، ولما تجي قصة الدفاع ترفض الدفاع عن النبي؟ مسألة الدفاع كيف بدأ الهجوم؟ كيف بدأ الهجوم؟ بدأ الهجوم من عندنا مش من عند الدنمارك. شلون؟ يعني هل الدنمارك شنت حرب على المسلمين وهدمت المساجد الموجودين عندهم الجاليات الإسلامية، ولا هو شخص واحد كتب الرسومات؟ نقول واحد اللي سوى الرسومات. أطالب دولة تقطع العلاقات الدبلوماسية، أو دولنا كلها كمسلمين قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدنمارك عشان واحد سوى رسومات؟ طيب خلاص، أخذ موقف مثلا من نفس الجريدة أو من نفس الشخص، أمنعه من دخول مثلا كل الدول العربية. كون يقطع علاقة كاملة وفيه من المسلمين أكثر منه أهم منه موجود. نرجع للخطأ. وين أخطأوا المسلمين على الدنمارك؟ اللي سواه الدنمارك هو فعل ولا ردة فعل؟ أنت تعتبر ردة فعل؟ هذا فعل. كم مرة سمعنا وحنا صغار خطب الجمع، وانت تعرف حدة الخطاب الديني عندنا وبالمدارس، تكفير كل المذاهب كل الأديان والدعاء عليهم الليل والنهار. اللهم اهلكهم، اللهم يتم أبنائهم، رمل نساءهم، كذا كذا. فحدة الخطاب. طيب ما الله بالقرآن يقول لا تسبوا إلههم فيسبوا إلهكم. فالنهي يعني لكم دينكم ولي دين. فأنا ليش دائما أستفز الناس؟ وإذا جت العيلة علي فيه هو غلطوا علينا وسووا وفعلوا، هذا مو صحيح. خلنا نعالج أنفسنا. من اللي يغلط على الرسول كل يوم؟ احنا اللي نغلط. كيف؟ بتأويلنا وتفسيرنا الأحاديث وإظهارنا أحاديث كذب وخرافات وين شايف النتائج. هل لك قصيدة في مدح النبي؟ ما عندي ولا قصيدة بمدح النبي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو محتاج لا لمدحي كذا، ما هو محتاج لمحبتي، وهذه بيني وبين الله سبحانه وتعالى. طيب أنت قبل شوي مادح محمد بن زايد، ولو محتاج المدح كثر ما لا محتاج لا، أنا مدحت محمد بن زايد رد ثناء. الرسول أليس له ما تمدح رد ثناء على ما رد الثناء مو بحاجة قصيدتي. الرسول يحتاج إني أحبه وأتبع سنته. طيب. ولا أفسر مثل ما يفسرون الأحاديث. أنت